عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين وصباح المحروسة، والفقرة الأخيرة النهاردة في برنامجنا هي فقرة ثقافية، فقرة عن مجموعة همس الكلام الثقافية، وهي مجموعة معنية وحريصة على نشر الوعي الثقافي والحفاظ على مبادئه الأصيلة، ولها دور فعال في إحياء التراث الثقافي الأصيل وحمايته من الشوائب اللي تبقى الثقافة المصرية خالية من أي تأثيرات. وده طبعا من خلال الأمسيات والندوات التي يقدموها، وبتكون مثل هذه الندوات يعني فيها عدد كبير جدا من الشعراء ومتذوقي الأدب والشعر وشتى ألوان الفنون الأخرى الثقافية، وذلك بهدف المحافظة على اللغة العربية وإحياء تراثها باستمرار. يسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الفقرة، فقرة مصر في عيون الشعراء، يكون ضيفنا الشاعر الدكتور أحمد رجب النمر، نائب مدير مجموعة همس الكلام الثقافية. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم، أنا بحضرتك أستاذ وصباح الخير السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك، صباح النور. طيب خليني يا دكتور كده، يعني قبل ما نتكلم عن يعني مصر في عيون الشعراء، خليني اتكلم عن مجموعة همس الكلام الثقافية. ازاي كانت بدايتها، وجات لك الفكرة ازاي، والاهداف الاهداف المرجوة من هذه المجموعة؟ خلينا نقول مجموعة همس الكلام تم إنشائها، احنا داخلين على السنة الرابعة دلوقتي. كانت فكرة وتأسيس الشاعر ياسر عيد. احنا المجموعه اصلها او تاسيسها في محافظه المنوفيه، من منشيه سلطان مركز منوف محافظه المنوفيه. بعد كده انتشرت وتوسعت، بقت ضمت اعضاء من مختلف مراكز المنوفيه، ودلوقتي اصبحت من مختلف محافظات جمهوريه مصر العربيه. يعني كمان اصبح هناك اعضاء من جميع محافظات مصر ومن خارج جمهوريه مصر العربيه كمان، لان احنا معانا اعضاء في مجلس الاداره. معانا من السودان، معانا من الاردن، معانا من العراق، كان معانا من المغرب، يعني متواجدين معانا، وحتى لو مش بيحضروا فعاليات على ارض الواقع معانا بيحضروا، بيتابعونا ومتابعين مع بعض من خلال صفحاتنا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. طب يعني دكتور احمد، خلينا نقول ايه الهدف من الجمعيه، يعني ايه المجموعه دي هدفها ايه، او ايه يعني لما تم انشائها كان ايه الهدف منها؟ خليني برضه اقول لحضرتك اللي دايما بقول لمجموعه همس الكلام، ان كنت سابقا بقول هي مجموعه مجتهده، فبفضل ربنا وبتوفيق ربنا اضفنا اليها نقطه التميز. نقطه التميز اللي احنا دلوقتي انتقلنا بالحراك الثقافي من نقاط القوه في مصر، اللي هي محافظه القاهره، محافظه الاسكندريه، اللي هي المحافظات الرئيسيه في مصر اللي دايما فيها الحركه وفيها الشو، او الناس ظاهرين او بكلماتهم، او الشعراء دايما بيقولوا نروح القاهره، نروح اسكندريه، صوتنا بيوصل هناك، بنظهر هناك اكتر. يعني انتوا كنتوا شايفين ان الاقاليم محتاجه اهتمام؟ الاقاليم دايما محتاجه اهتمام، لان الاقاليم غنيه جدا جدا جدا. ومعلش احنا ما بنروح دلوقتي المحافظات الكبرى ديت، او النقاط القوى الثقافيه في مصر، هي نقاط قوى ثقافيه واقتصاديه واجتماعيه كمان. لكن لما بنروحهم، مين اللي بيطلع اكتر؟ هتلاقيهم من الاقاليم حضرتك. هتلاقي حضرتك من الدقهليه، هتلاقي من المنوفيه، هتلاقي من الشرقيه، هتلاقي من دمياط، من الصعيد، من جوه الصعيد والكلام، بس كله بيذهب للقاهره، كله بيذهب يجي اسكندريه. ليه؟ لان فيهم الحركه اكتر، فيهم الشقق، فيها الاماكن المتاحه اكتر. لكن في الاقاليم احنا دلوقتي في المجموعه همس الكلام ابتدينا في المنوفيه، بقى مش الحضور بس بيبقى لنا شعراء، لا، بيبقى في شعراء وفي مستمعين، في متذوقين، في ناس جايه تسمع كلمه هادفه، كلمه كويسه، يعني حتى الناس المحبه للشعر، او اللي هي بنقول ما عندهاش الموهبه ولكن تحب الاستماع لهذه اكيد عايزين يسمعوا كلمه كويسه، عايزين يسمعوا كلمه كويسه، دول بيبقى زي ما حضرتك. احنا زمان دايما كنا بنشوف في افلامنا القديمه والكلام من ده، كان الناس بيتلموا حوالين الراوي، او حوالين اللي هو يعني اللي بيشوفوا صندوق الدنيا او فدلوقتي، فمع التطور الحياه ما بقاش كتير بيشوفوا او بيسمعوا شعر او كلمه في الاقاليم او في القرى او كلام. دلوقتي الناس بقت تتحرك، بقت تيجي، اما يبقى في ندوه لا بيجي الناس، حتى اللي ما كانش مهتم اما ابتدى يسمع الكلام او يشوف ندوات او يشوف في حركه بقى يبتدى يحضر ويسمع لنا. طب قولي دكتور احمد، هتسمعنا ايه دلوقتي؟ خليني هبدأ كده بداية هي بسيطة. هي قصيدة بالنسبة لي غالية عليها، كانت عمرها سنة دلوقتي، لأن القصيدة دي واكبت مقتل المصريين في ليبيا،
اللي هم ال 21 مصري 21 اللي قتلوا مصري. في ليبيا. واجبت برضو احداث تفجيرات واحداث شهداء وقعوا طيب. كتير. فهي حتى يعني كان دايما الاشاره دايما يقول لك شريطه سوداء اللي هي دايما بتحط على الشاشات والكلام. هي حاجه بسيطه كده بتقول كله قام حاطط شريطه، قلب يعلن الحداد، والقلوب الصافيه ماتت من زعلها على الولاد، واتقلب الفرح غم، والهدوم صبحت سواد من زعلنا على اللي راحوا بره وجوه البلاد. يلا بينا بهمة يلا نرمي من فينا العناد، نبقى تاني يد واحدة نرمي من القلب السواد، نمسح الدمعة البهية ونجيب لها حق الولاد، ونقعد لها علشان نغني مصر يا أم البلاد. الله، جميل جميل، كلمات جميلة. طيب يعني خلينا نقول ازاي انتوا اي حد بيحب يلتحق بهذه المجموعة، مجموعة همس الكلام الثقافية، ازاي بتحددوا ان هو عنده موهبة، او ازاي بتعرف ان هو ممكن يكون ضمن المجموعة، ممكن ان هو يقدم شيء جديد؟ يعني ايه الشروط اللي المفروض يجب توافرها في الاعضاء اللي هم بيبقوا عايزين يلتحقوا بهذه المجموعه او هذه الجماعه؟ طبعا احنا التواصل بالنسبه لنا مجموعه همس الكلام الثقافيه تواصل سهل جدا عن طريق الفيسبوك. صفحه مفتوحه بابليك يعني لاي حد عايز يريد الانضمام لينا. اسمها همس الكلام الثقافيه. احنا الحمد لله عندنا مجلس اداره للمجموعه، رئيس مجموعه شعريه سعيد، ونائب رئيس احمد رجب، في مدير تنفيذي استاذ احمد شعبان، منسق عام الشاعر محمد البياع، في استاذ محمد الساعي مسؤول لجنه تحكيم ومسابقات، في مسؤول مواهب الشاعر طارق دسوقي. يعني هيكل وكيان كامل. في اعضاء مجلس اداره في الشاعر علام علام، الشاعره سما محمد، في من الخارج مصر من العراق الشاعر المهندس ابو احمد. يعني موجودين يعني مجموعه الحمد لله. فالمجموعه ديت اللي بيريد الانضمام بيدخل بيعرض علينا اراءه وكلماته، بيشوف اللي هو عايز ينضم. المهم يكون عنده بذرة إبداع أو بذرة موهبة. يعني انتوا بتبقوا يعني لو شايفين ان في بعض المواهب او في حد عنده الموهبة، ولو حتى عايز ينمي هذه الموهبة، ممكن ان هو يلتحق احنا بالفعل معانا مواهب شابة كتيرة. سواء شعر او القاء او رواية او قصة او خواطر. لان المجموعة ادبية او ثقافية شاملة، قصة وخواطر وشعر بنوعي الفصحى والعامية. معانا مواهب شابة كتير، حتى ما بنعمل مسابقات، وخصوصا اخر مسابقة كانت عاملاها المجموعة في دورتها الاخيرة اللي فاز فيها او معظم الفائزين كان شباب ومواهب جديدة، يعني وجوه جديدة. بنركز على الموهبة، بنركز على الكلمة كويسة، حتى بنشجع اللي لسه طالع صغير يعني او كلام من احنا مش بنقول على نفسنا الكبار قوي، بس برضو زي ما ناس بتاخدوا بايدينا احنا بناخد بايدينا اللي تحتينا يعني عشان نوصل طيب كلنا. مش عايزه اضيع وقت كتير في الكلام، لكن عايزه اسمع اكتر، نسمع حاجه كمان. اسمع حضرتك حاجه برضو عايزها عليك جدا. ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بايدينا الوطن، نجرح في بعض، نذبح في بعض، نقتل في بعض، ونشوف لنا كده كام شهيد راح يتدفن، ونبدل الفرح بعزا، وهكذا وهكذا نقلب تياب العرس ونخليه كفن. ما احنا يا ناس الكره ساكن قلبنا، تهنا خلاص من بعضنا، ما بقينا تاني يد واحدة وفتحنا أبواب الفتن. ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بإيدينا الوطن، وتعالوا بإيدينا كمان نخرب لنا كده كم محل فيه لقمة لعيش الغلابة، نهدم بيوتهم يشحتوا يتشردوا يتمرمطوا، ونسيب عيالهم لقمة سايغة ينهشوا فيها الديابة، ونزيد بطالة شعبنا ونعادي في اللي مننا، ونعلي في بلادنا المحن. ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بإيدينا الوطن، وتعالوا بينا على الحدود لموا العتاد، هاتوا الحشود، جيبوا المدافع والأنابل والبارود، وبكل غل نشنوا واصطادوا أولادنا الجنود. خلونا نقتل حلمنا، نقطف بإيدنا وردنا، ونسيب بلدنا وأرضنا تتوه في أنفاق الزمن. ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بإيدينا الوطن، وتعالوا بينا العم مينا نجره لينا ونقتله، ونقول عليه ده مسيحي كافر، والحج راضي جار عم مينا هنمسكه ننتفله دقنه ونسحله، ونقول عليه ده بدينه تاجر، ونرمي على بعض التهم، ونعيش في دور المنتقم، والحب بينا يتردم يا قلوب صبها العفن.
ما تقوموا يلا تعالوا بينا نهد بايدينا الوطن. يا ناس ياهو فوقوا بقى، قلوبنا ليه متفرقه، وحدتنا ليه متمزقه، ايدينا ليه متلطخه، بالدم ليه متغرقه، بعد ما كنا يد واحده صبحت صفوفنا مشققه. ما تهموا يلا تعالوا بينا نعيد بناء مجد الوطن، بالهمه راح نبني الوطن، بالوحده راح نبني الوطن، بالحب راح نبني الوطن، بالكلمه راح نبني الوطن. الله، نبني الوطن. يعني قصيدة جميلة. هنروح بعدها مع كل مشاهدينا لهذا الفاصل ونعود مرة أخرى. عودة مرة أخرى أعزائي المشاهدين وصباح المحروسة، وما زلنا بنواصل لقائنا وما زلنا بنواصل حديثنا عن مجموعة همس الكلام الشعري. طب دكتور أحمد، كلمني بقى عن الندوات والأمسيات الشعرية اللي أقيمت. يمكن حضرتك قلت إن نشاطكم مش داخل محافظة المنوفية فقط ولكن امتد لخارج محافظات مصر. كلمني عن النشاط بتاعكم بره المحافظة. بره المحافظه، هبدا بره المحافظه وهرجع تاني للمحافظه برضو عشان نشاطاتنا اكيد نشاط المحافظه مهم، بس لكن خليني بره برضو المحافظه اقول الحمد لله احنا باسم المجموعه، وكنا ضيف شرف في مركز طلعت حرب الثقافي. المجموعه بتاعتنا ظاهر منها شعراء في مركز طلعت حرب الثقافي. كنا في متحف احمد شوقي كرمة ابن هانئ، وكمان مؤخرا كنا في دار الادباء بالقاهره بالقصر العيني. فالحمد لله احنا ابتدت الندوات كضيوف شرف او كمنظمين او كمساهمين في اقامه الندوات باسم مجموعه همس الكلام. حتى تواجد دلوقتي الاعضاء في مختلف الندوات بتواجد باسم مجموعه همس الكلام. وحتى اخر حاجه كان من يومين بالظبط في مهرجان اشمون لشعراء العاميه، كان مهرجان يضم اكثر من 200 شاعر، وكان موجود اعضاء من مجلس اداره همس الكلام باسمهم باسم المجموعه نفسها بيمثلوا المجموعه. والحمد لله احنا كمجموعه بنحب نتحرك ككتله واحده كده في اتيليه اسكندريه، في محافظه اسكندريه طبعا، في البحيره، في دمياط، في مدينه الزرقاء. فبنحاول نظهر صوتنا، بنحاول نوصل كلمتنا في مختلف الاماكن يعني. لكن نرجع تاني لمحافظه المنوفيه. احنا المنبع او المنشأ زي ما قلت لحضرتك في مركز المنوف، قريه منشأة سلطان تحديدا، ما بين اثر ثقافه او حتى قاعات كان بنحجزها على حسابنا الشخصي او بمجهودنا الشخصي. يعني كمان بتقوموا بعمل يعني مجهود، ممكن ان انتوا تقوموا بعمل ندوات بمجهودكم الشخصي. ده شيء جميل ده جدا. غالبا اللي هو بيكون بمجهود شخصي او بحركه شخصيه. لا خلينا نقول ان الدعم المتواجد بالنسبه للحركه الثقافيه مش كبير، او يعني الدعم عامه للثقافه في مصر صعب، وخصوصا ان دلوقتي في صالونات كتير، في اتجاهات كتير، فالناس لو ما بتتحركش من نفسها مش هتلاقي مكان او مش هتلاقي حركه ليها او مش هتلاقي صوتها مش هيظهر. يعني انتوا فبنضطر ان احنا بننظم بنفسنا. لكن مشكورين برضو عندنا وزارة الثقافة اكيد بتولي برضو عناية يعني عايزه اقول برضو مش هنغفل دور وزارة الثقافة في ان هي يعني ماشي تمام، بس هنقول امكانيات برضو يمكن تكون محدودة. لكن اللي ممكن نشكرهم من خلال باسم مجموعة همس الكلام مراكز الشباب، لان احنا دلوقتي مركز الشباب وسنا تحديدا هو ساهم معانا بشكل فعال جدا. ان احنا اقمنا دلوقتي ندوه بمناسبه احتفالات شهر اكتوبر اللي فاتت ديت، وكان برضو تحت عنوان في حب مصر. اقمنا ندوه في مركز شباب وسنا برضو، كان اواخر الشهر الماضي،
وان شاء الله في الشهر الجاي بمناسبه احتفالات عيد الام هيكون برضه في مركز الشباب. فمركز الشباب بصراحه اتاح لنا مكان، اتاح لنا امكانيات نقدر يعني نعمل بيها ندوه، نقدر نعمل بيها شيء مشرف برضه وشكل كويس. اكيد طبعا. احنا بنتمنى ان يكون نشاطكم مش داخل مصر فقط ولكن خارج مصر، ويمكن زي ما قلت انت يعني ان في تواجد لبعض الشعراء من الدول العربيه، فاحنا يعني نقول بنتمنى ان يكون لكم نشاط في خارج مصر قريب باذن الله. باذن الله. استكمالا بس يا استاذه، انا هتكلم بس من ضمن نشاطنا اللي احنا دلوقتي احنا بالفعل عملنا، احنا كمجموعه شعراء كان ديوان في حوالي ما يقرب من 30 شاعر. عملنا ديواننا المجمع الاول وصدر بالفعل منذ عده شهور، واحنا بصدد تكوين او ترتيب للديوان المجمع الثاني باسم مجموعه همس الكلام الثقافي. يعني الحقيقه دكتور احمد انا بشكر حضرتك جدا النهارده، ويعني بنتمنى ان يكون فيه اهتمام بالثقافه واهتمام بالشعراء في مصر، وخليني يعني ان شاء الله بتقابل مع حضرتك في حلقات جايه، واكيد يعني المجموعه هيكون ليها يعني النشاط هيتوسع في المستقبل اكيد باذن الله. وطبعا انا بشكرك جدا وبشكر كل مشاهدينا اللي تابعوا حلقتنا النهارده، وخليني اختم مع حضرتك يا دكتور احمد بقصيده في حب مصر نختم بقى بيها، يبقى ده خير الكلام. في اصل مصر قصيده بترمز للمحبه بين المصريين جميعا، هي اسمها يا عم صبحي. يا عم صبحي بالله تجاوبني، هو انت مسلم ولا مسيحي؟ في فرح محمد الأك في وشي، وفي معزة حنة قاعد في ريحي، بيقولوا قال في بينا فتنة، قال ايه كمان في بينا دم، اكيد دي ناس دماغها فاضية والنية فيهم اكيد لغم، دي عقول بتهدم ولا مرة تبني، عايزة لبلدنا اكيد خراب، واحنا بولادنا جينا نفديها ونموت اكيد لاجل التراب. يا عم صبحي فاكر زمان لما عبرنا وبصرخة واحدة كنا نكبر، يومها فرحنا لما انتصرنا والسر كان الله أكبر. دايما عيشتنا كنا نقسمها في الجرح واحد والفرح واحد، ولا مرة قلنا دينك وديني، ما الرب واحد ووطننا واحد. يا عم صبحي دي الثورة قامت علشان نفوق تاني من جديد، ما سألنا يومها عن الديانة، ما سألنا مين كان الشهيد، وبدم أحمد لحقنا مينا لما جات له طلقة رصاص، وكنا يومها يد واحدة وقلنا للظالم خلاص. دايما كتفنا في كتف بعض، وفي وقت ضيقت بلقاك في ريحي، ولا مرة جيت في يوم سألتك إن كنت مسلم ولا مسيحي. يا عم صبحي. الله. أعزائي المشاهدين بكده بنكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة، بنوعدكم بلقاء جديد وحلقة جديدة في الأسبوع القادم، وغدا أسرة جديدة وصباح المحروسة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين